السلام عليكم شباب ان شاء الله كله بخير، وياكم ياسين من قناة أبض العراق بهذا الفيديو الجديد. طبعا اليوم ويانا برنامج نبض حتى تحصل آخر أخبار التقنية، الرياضة، الفنون أو الأخبار السياسية أو كل شيء أنت تريده من أفضل المصادر اللي هو يحصلك إياها. يميز تطبيق نبض انه هو يجيب لك اخبار، مثلا يجيب لك من الجزيرة او من السومرية او من الشرقية، من العربية او من الحدث كومة، مصادر يجيب لك اياها، او من مواقع التقنية مثلا ايفون اسلام او سلة تطبيقات. يعني هواي مواقع يعطيك اياها. طبعا التطبيق مجاني، هذا افضل تطبيق عربي جاب اكثر من 4 ملايين شخص يستخدم التطبيق. وتطبيق نبض حطه شركة ابل من افضل تطبيقات لسنة 2014، يعني فالشي خرافي. طبعا تطبيق نبض نحكي عن مواصفات التطبيق. اخر تحديث الى 2014 5/12، الاصدار 2.9، الحجم 14.2 ميجا بايت، كل صغير. في ميزة هذا التطبيق نبض انه يدعم iOS 5 وفوق، يعني مثلا الايباد 1 اللي انقرض اللي عندهم ليه هسه يقدرون ينزلون هذا التطبيق، يعني ايفون iOS 5 و iOS 6 و iOS 7 و iOS 8 و iOS 9 حتى يقدرون ينزلون هذا التطبيق. complete with iPhone, iPad, iPod، يعني يدعم الايباد الايبود والايفون. طبعا هسه هاي الاخبار انت تضيف المصادر اللي انت تريدها. هسه اخر مقالات عندنا شوي منزل. تريد مفضل اخبار عالمية، تكنولوجيا، العراق، تعديل المصادر. انت اول ما يفتح لك اقول لك هاي المصادر اللي انت تريدها، ويعني طلع لك هاي لوحة يقول لك يا مصدر انت تريده حتى نضيف لك اياه. السودان، الجزائر، ليبيا، المغرب، اليمن، عمان، تونس، كل البلدان العربية، وصحة وعالم حواء واقتصاد وتكنولوجيا ورياضية، رياضة وبث مباشر ومصادر عالمية. والعراق مثلا اريد العراق يطلعني كل الصحف، انا اختارهم حتى هم يدزوا لي اخبار. انت تختار الصحف اللي انت تريدها تدوس عليها، او الصحف اللي انت ما تريدها لا تدوس عليها. مثلا اريد العظمية نيوز، مجرد ادوس على اضافة كل الاخبار اللي تنشرها صحيفة العظمية نيوز تنزل لي. انا هسه مسوي هواية اضافة. او مثلا اريد مصادر عالمية او بث مباشر او رياضة او تكنولوجيا، مثلا نضيف ايفون اسلام، عرب هاردوير، تقييم بالحدود، اي تي نيوز والى اخره، ونضيف المصادر وبس نرشر في الصفحة تنزل لك كل الاخبار بالصفحة الرئيسية. او تصميم رهيب. تقدر بس تروح لاعدادات التطبيق تشوف اخر الاخبار هسه انا داس عليها، او اكثر قراءة، يعني اكثر منشورات شافوها ناس قراها، او اخبار عاجلة او مفضلة، اخبار عالمية، تكنولوجيا، العراق، تعديل المصادر، انشر تطبيق نبض. مثلا هسه اختارت مصادر، وبعدين تقدر تشيل هذا المصدر او تضيف مصدر لاخر، يعني مثلا صحيفة او موقع، ومجرد تدوس على تعديل المصادر وتختار اللي تريده او تشيل اللي انت تريده. طبعا هو تطبيق كل سهل، يعني ما يحتاج في شيء، بس حبيت اشاركه وياكم حتى يفيدكم، حتى الاخبار تصلكم اخر ثانية. وهذا كان عندي بهذا الفيديو. عجبك الفيديو سوي لايك وتعليق، واذا كنت ما مشترك في القناة سوي اشتراك. تقدر تتصل بتعمل فني خاص بعشاق ابل العراق، وهاي الارقام طلعت هسه بالشاشة. من داخل العراق من خارج العراق متوفر فايبر وواتساب. طبعا بس شات ما بيها مخابرة، كنا نتوفر مع المخابرة بالواتساب والفايبر، بس رسائل سويناها. وكان معكم ياسر من قناة أبض العراق. مع السلامة.